مساكم الله بالخير. تعرفون درجة الحرارة اليومين هذه توصل 50، والطيور ما تحصل موية تشرب منها في الحر هذا. تعرفون رجل دخل الجنة في سقيا كلب، لعلها إن شاء الله تكون سبب يرزقنا الجنة وياكم. الشغلة هذه ما تكلفك على بعضها 35 ريال، طبعا مكونة من قدر أو طشت وعوامة حقت مكيف صحراوي ولي غاز مشبوك في مصدر الموية. طبعا اخترت لي الغاز لأنه يتحمل الحرارة. طبعا تفتح الحديدة فتحة بسيطة عشان تدخل العوامة وتشبك اللي من الخلف وتربطها وخلاص تكون ثابتة كذا، وتقوسها أول مرة تقوس معدل الموية، وبعدها تروح تسافر تجي ما عليك منها، هي تعبي نفسها بنفسها، مجرد ان المويه تنقص تنزل العوامه وتعبيها مره ثانيه. طبعا حط هنا حصات لو يطيح حمامه ولا عصفور تقدر تطلع مره ثانيه وما تغرق. طبعا تحطها في السطح، تحطها في مكان ما يجونها الاطفال، عاد انت ادرى في المكان المناسب لها. اللي اتمناه انكم تنشرون المقطع، ويعطيكم العافيه، الله يجزاكم خير.